امبارح كان اخر يوم ليا في الشركه اللي انا كنت شغال فيها، وان شاء الله رايح مكان تاني. ولكن وانا ماشي من الشركه دي يعني افتكرت كام حاجه كده، اللي هو المرات اللي فاتت لما انا كنت شغال في شركات مختلفه وكان بيحصل مثلا مشاكل او بيحصل اختلاف ما بيني وما بين شخص ما، او من غير اي اختلافات او من غير اي حاجه، انا لاحظت ان البيئه مش احسن حاجه وقررت ان انا امشي. بلاقي ان زمايلي اللي موجودين في الشغل انا عارف ان هم رايدين الخير وكل حاجه، ولكن بيقعدوا يقولوا لي لا طب كمل، طب استحمل، طب افضل شهر شهرين، ده كل الشركات كده. كنت بلاقي ان دايما الكلام ده بيكون غلط. كل مره انا كنت موجود في شركه وسبتها ومشيت كانت الحمد لله تجربه افضل بخبره جديده. طبعا الخبره دي نفعتني جدا وبتساعدني ان انا بالتالي الاقي فرص احسن. فقلت ممكن تكون الطريقه او الاستراتيجي اللي انا بفكر بيها ازاي اختار الشركه اللي انا اكمل فيها او امتى امشي من الشركه اللي انا موجود فيها ممكن تكون كويسه. فقلت اعمل الفيديو ده اشارك معاكم كده حاجات معينه او علامات معينه كنت بلاحظها في الشركات القديمه اللي انا كنت اشتغلت فيها بتخليني ان انا لازم لا كميديا باير موجود في الشركه دي انا لازم امشي، مش هينفع اكمل في الشركه دي. فبالتالي انت لو لاحظت الحاجات دي موجوده في الشركه اللي انت موجود فيها لازم تعيد التفكير في انت هتكمل في الشركه دي ولا لا، لان ممكن تكون هتاثر على كاريرك، هتاثر على نفسيتك. فيعني شوفوا معايا العلامات اللي انا هقول لكم عليها دي، وقولوا لي برده في الكومنتس لو حد عنده تجربه مشابهه او حاجه انا ما ذكرتهاش في الفيديو. طبعا الفيديو ده مش ذم ولا تقليل من اي شركه اشتغلت فيها، انا الحمد لله جريتفول لاي مكان اشتغلت فيه وكنت بطلع منه بخبره كويسه وزملاء واصحاب كويسين جدا. الفيديو ده ما هو الا بشير اكسبيرينس انا مريت بيها، ممكن تفيد حد في مجال الميديا باينج او في اي مجال عموما، لان هي مش حاجه سبيسيفيك قوي للميديا باينج يعني. طيب نبتدي دلوقتي. انت كميديا باير ممكن تشتغل كان هاوس، يعني في شركه كلاينت سايد، انت شغال مثلا في كوكا كولا فانت شغال بتعمل ماركتنج لكوكا كولا بس، تمام. او ممكن تكون شغال ايجنسي سايد، انت موجود في ايجنسي وفي نمبر اوف كلاينتس كتيره بتتعامل معاهم. طيب من خبرتي او من التجربه بتاعتي، لو انت شغال في ان هاوس عشان تكون مستقر او عشان تكون حاسس ان انت شغال فعلا في مكان بيضيف ليك لازم يكون في ماركتنج تيم قوي. يعني مثلا مثال كوكا كولا ده، الشركه بتاعت كوكا كولا لو هي مهتمه بالبرودكت بس ومش مهتمه بالماركتنج تيم اللي هو هيطور البرودكت، هتلاقي ان الماركتنج تيم تعبان جدا، عدد قليل، الشركه مش بتهتم او الاتش ار مش بيهتم ان هو يجيب يعني ناس خبرات كويسه، فبالتالي بتلاقي التطور بتاعك محدود جدا، تمام. وعلى الجانب الاخر الايجنسي سايد انت عندك كلاينتس كتيره وعندك فرايتي كتيره وعندك اندستريز مختلفه، فده كويس جدا ان هو يجيب لك او يخليك تجين اكسبيرينس سريعه جدا. ولكن لو مش محطوط سيستم واضح بان انت ازاي تمانج الكلاينتس، ازاي بتهاند اوفر كرييتيفز، ازاي يعني سيستم او ايكو سيستم كده كامل للماركتنج تيم ازاي يشتغلوا مع بعض عشان يساتسفاي النيدز بتاعت الكذا كلاينت اللي موجودين معاهم دول، لو السيستم ده مش واضح برضو انت هتتعك عكه وحشه قوي. ده يعني ديسكليمر كده في البدايه، وهبتدي بقى ان انا اقول لكم خطوه خطوه ايه الحاجات اللي انت تخلي بالك منها في الشركه اللي انت شغال فيها. طيب اول حاجه هي ان يكون في انتخه. طب انتخه بمعنى ايه؟ ان هو مفيش حاجه تشالنجينج في المكان اللي انت شغال فيه. يعني في ناس بتحب جدا ان هي الحاجه اللي تعملها امبارح هي اللي تعملها بكره، هي اللي تعملها بعده، ما تقعدش تجدد او تفكر في استراتيجيز جديده، تفكر في طريقه شغل مختلفه. انا بصراحه مش بحب طريقه الانتخه دي، انا مش بحب كشخصيه، مش بحب اتضغط قوي ولا بحب ان انا انتخ قوي، يعني حاجه كده ان بتوين. فالشركه اللي انت تشتغل فيها وتلاقي ان انت الشغل انتخه جدا، مفيش تفكير، يا دوبك مثلا الكلاينت اللي جاي شغال معانا بنعمل له بنديليفر السيرفيس على قد اللي هو طالبها، بس مفيش ابداع، مفيش افكار جديده، او مفيش اصلا فوليوم اوف كلاينتس كبير، فبيخليك مثلا شغال لو الشيفت بتاعك 8 ساعات شغال ساعتين مثلا ومنتخ 6 ساعات، فانت كده حرفيا بتقتل نفسك. الفكره بقى في موضوع الانتخه ده، ليه ناس بتحب الانتخه؟ لان هو بيحس ان هو بيجيله فلوس من غير ما يحط ايفورت كبير، بس هو مش باصص على اللونج تيرم، يعني الحاجات اللي ممكن تحصل له على اللونج تيرم لو هو فضل مستمر في القصه دي. يعني انا كان ليا زميل ليا فضل شغال بتاع 3 سنين في مكان ما بنفس الطريقه دي، وات سام بوينت الشركه قررت ان هي تمشيه، او مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، بس هو ساب المكان ده. فلما ساب المكان ده لقى ان كل اللي حواليه سابقينه، يعني عندهم اكسبيرينس مختلفه، اشتغلوا على اندستريز مختلفه، متعلمين تولز جديده، هو ما كانش اوير بالقصه دي خالص. فليتس سي ان الناس اللي بنفس سنين الاكسبيرينس بتاعته دي بتاخد مثلا 20000 جنيه، هو للاسف عشان خبرته مش بتكافئ او هو مش كومبيتيتيف انف ان هو ياخد نفس او يشيل نفس التاسكات دي، فممكن السالري بتاعه يكون 10000. فهو على اللونج تيرم هو ضيع نفسه بان هو فضل في مكان مخليه مأنتخ. حاجه تانية وهي خاصه جدا بالميديا بايرز، او مش عارف ممكن يكون الموضوع ده شبيه لمين برضو في الاندستري بتاعتنا، ان هو يكون مجرد ضاغط ازرار، اللي هو يجي له مثلا اكونت مانجر او كلاينت، خد الكرييتيف ده ارفعه وران الكامبين. طب انا بفكر في استراتيجي جديده، طب انا بفكر في ابروتش جديد ان احنا نستهدف بيه كلاينتس بتوعنا، لا 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 اركن لي كل الكلام ده على جنب، انت بس خد الكرييتيفز ارفعها وشغل الكامبين. فانت كده ما بقيتش ميديا باير او بيرفورمانس ماركتر، انت كده بقيت ضاغط ازرار، وده برضو ليه يعني كونسيكونسز وحشه جدا، لان انت لما كل اللي انت بتعمله ان انت تابلود كرييتيف وتدوس على الزرار، وفي ظل تطور الاي اي اللي موجود حاليا، فانت بسرعه جدا هتلاقي نفسك اوت اوف ذا كومبيتيشن، يعني مش هتعرف تكمبيت مع باقي الناس، لان انت ما بتعملش حاجه جديده. انت يعني لو هم ممكن في اي لحظه يجيبوا حد جونيور يقولوا له ان انت هترفع الكرييتيفز، هتدوس على الزرار وتلانش الكامبين. طبعا هو الموضوع مش بالبساطه دي، بس الفكره ان هو الشركه مش بتديك مساحه ان انت تبدع، ان انت تحط استراتيجيز جديده، ان انت تتيك الليد. دايما تلاقي مثلا
الاكونت مانجر او الكلاينت هو اللي بيفرض رايه على الشركه اللي انت شغال فيها. فلو ده حاصل دي برضو مشكله تانية. لازم تكون الشركه هي عارفه تبوزيشن نفسها مع الكلاينت ان هي اللي اكسبرت، هي اللي عارفه احنا هنعمل لك ايه بالظبط وايه اللي كويس لشغلك، ايه اللي هيجيب لك ريزلتس كويسه او عائد كويس. فبالتالي الكلاينت يثق في الشركه دي، فبالتالي انت يكون في عندك مساحه من الابداع او مساحه من ان انت تجرب استراتيجيز جديده، وبالتالي تجيب ريزلتس كويسه للكلاينت وانت تتطور على المستوى الشخصي. حاجه تانية برضو ممكن تخليك تمشي من يعني الحقيقه البوينت دي بالذات انا هستفيد فيها شويه لان هي اللي خلتني امشي من الشركه او من شركه من الشركات اللي انا كنت شغال فيها، وهي ان بيكون في سوق اداري. طب يعني ايه سوق اداري؟ يعني الشخص اللي هو من الاخر بيمانج الدنيا في مش عايز اقول بوزيشنز معينه. برافو عليك يا حزلقوم، على فكره طول عمرك اصيل. بس غالبا هو بيكون الاتش ار يعني. هو جزء اسمه كاظم شغال كاشير في لا 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 في لا لا. تريبيان المهندسين. لا. مش عارف يمانج الناس اللي موجودين في الشركه بالشكل الصح. يعني على سبيل المثال انا مش اتش ار ولا حاجه، بس يعني ات ميك سنس ان انت مثلا لو شغال في ماركتنج ايجنسي وبتتعامل مع ميديا بايرز، جرافيك ديزاينرز، كونتنت كرييترز، غير لو انت مثلا شغال في مصنع وبتتعامل مع عمال، بتتعامل مع يعني ده ليه احترامه وده ليه احترامه، بس اكيد ديفينتلي ده ليه طريقه معامله وده ليه طريقه معامله مختلفه. ده انت محتاج تكون معاه فليكسبل شويه، ده انت محتاج تمشي معاه بالورقه والقلم لان هي دي طبيعه شغله بتحتم عليه كده. يعني معروف في مجالنا كميديا بايرز او ككرييتيف اندستري عام، كل ما تديني فليكسبيليتي كل ما هتاخد كرياتيفيتي، دي معروفه يعني. فلما انت يعني ما تعرفش تتعامل مع الشخصيه اللي موجوده معاك في الشركه بالشكل الصح، فبالتالي انت ابتديت ان انت تطفش الكوادر اللي موجوده معاك في الشركه. يعني سيبك، انا مش بتكلم على الجونيورز او على الناس اللي هم لسه في انتري ليفل، لان هم ايا كان ايه تعامل الاداره معاهم هم هيكملوا عشان يجينوا اكسبيرينس وعشان من الاخر ياخدوا فلوس افضل. بس الناس اللي هي يعني سينيورز او الناس اللي هم في مستوى اعلى شويه او عندهم اكسبيرينس كويسه وخلاص، يعني شركتك مش هي اخر شركه في العالم هتديهم الكومبنسيشن اللي انت بتدفعها، فمن الاخر هم بيكونوا بيدوروا على بيئه كويسه. فانت لو ما عرفتش توفر البيئه دي، ما عرفتش ان انت تحط سيستمز واضحه، مين اللي يترقى، مين اللي ياخد زياده، مين اللي ياخد بونص، ازاي يكون في فلكسبيليتي. يعني على سبيل المثال شركه كده بدون ذكر اسماء، يعني هو يعني ستريكت جدا في الرولز بتاعته، اللي هو انت الساعه 9 الصبح لازم تكون موجود على البصمه، لو اتاخرت دقيقه خلاص مفيش كلام. طيب مفيش اي مشكله لحد هنا احنا حلوين. طب لو انا بقى مثلا المفروض امشي الساعه 5 وقعدت زياده ساعه ساعتين، لا والله اسف، شركتنا بس البصمه بتلقط الحضور لكن الانصراف ده تمشي زي ما انت عايز. فحاجات زي كده انا من وجهه نظري، انا مش حد اتش ار مانجر ولا حاجه، بس انا اي بي سي كده او من اللي انا بشوفه حواليا او من اللي انا بعمله شخصيا، انت كده عمرك ما هتحافظ على الكوادر، لان في النهايه هو الشخص اللي انت جايبه عنده اكسبيرينس معينه ليه سعر في السوق، تمام؟ فالسعر اللي انت بتدفعه له كمرتب ده انت المفروض تكون بتحاوطه بحاجات تانية تخليه يعني تبين للشخص ده ان فعلا شركتك تستحق ان الشخص ده يفضل يكون موجود فيها. لان هي الفكره مش سالري بس، الفكره بيئه، الفكره تعامل مع الاداره، الفكره ان في سيستمز واضحه، فبالتالي هتقدر تريتين الشخص ده كتير بقدر الامكان، وبالتالي الشخص ده يكون فاهم نوعيه الكلاينتس بتوعك ويعرف يجيب لك ريزلتس كويسه ليهم، وبالتالي كبزنس اوبجيكتيف انت نجحت ان انت تعمل بيئه كويسه، ان انت تريتين ناس كويسين يجيبوا للشركه بتاعتك نتائج كويسه، وبالتالي الشركه هتكسب وكله اتس وين وين سيتويشن يعني. طيب انت دلوقتي لقيت الشركه اللي انت شغال فيها مشكله من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو ده، وقررت ان انت تستقيل ازاي؟ خلي بالك برضو الموضوع ليه استراتيجي. انت اول حاجه محتاج تعمل حاجه اسمها emergency fund، يعني الفلوس اللي انت المفروض بتكسبها من الشركه او من الفريلانس تاسكس اللي انت بتعملها او كده، يعني المفروض يكون في يعني personal finance system. دي حاجه انا يعني مخترعها كده لنفسي. يعني انا عارف ان في ناس بتقول لك مثلا حوش 50 انفست 30 اصرف على الاكل والشرب 20، بس انا ماشي بطريقه مختلفه تماما. يعني لو حد عايز يعرف اكتر عنها ممكن يسيب لي كومنت وانا هعمل فيديو مختلف خالص عن البيرسونال فاينانس سيستم، اللي هو ازاي تمانج الفلوس بتاعتك بافضل شكل ممكن يعني. طيب انت دلوقتي المفروض يكون في عندك emergency fund. ايه هو الامرجنسي فاند؟ ليتس سي انت بتصرف في الشهر 1000 جنيه، هي دي مصاريفك اللي انت لو مش معاك ال 1000 جنيه دول هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك، وبيخش لك مثلا 5000 جنيه في الشهر. حلو، فانت الامرجنسي فاند المفروض يكون مينيمم مغطيك 3 شهور، يعني في الكيس دي المفروض يكون معاك 3 شهور امرجنسي فاند. فبالتالي لو انت مثلا جيت تتفاوض مع الشركه ويا جماعه انا السيستمز بتاعتكم مش يعني عندي مشكله مع كذا وكذا، عندي تحفظ على كذا وكذا، انا بقترح ان احنا نتعامل بطريقه مختلفه ما، فلو المناقشات دي ما نفعتش، وغالبا مش بتنفع يعني لان اللي بيتصرفوا بالطريقه دي بيكونوا دقه قديمه شويه ومش بيسيبوا مساحه للنقاش او ان انت تغير حاجه في الطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها يعني. فساعتها تكون قادر ان انت لو الامور ساءت خالص، لا طب سلام عليكم، وهيكون معاك 3 شهور ان انت تدور على شغل تاني. حاجه تانية مهمه بقى خاصه بموضوع ان انت تدور على شغل تاني ده، انت هتكون عارف قيمتك في السوق بان انت تعمل انترفيوز كتيره. للاسف هي دي الحقيقه
يعني انت لو موجود في شركه مش مبسوط فيها، او حتى لو مبسوط فيها، لازم تكون بتعمل انترفيوز كتير او تعمل انترفيوز بشكل مستمر. ليه؟ مش عشان الشركه اللي انت شغال فيها ممكن تسيبها في اي وقت، بس عشان تعرف قيمتك في السوق، بحيث لو الشركه اللي انت موجود فيها لقيتها مش بتعاملك بشكل كويس، لقيت ان انت حقك مش بتاخده كامل، الناس مثلا مرتباتها بره 20 و30 الف وهم بيدوك 10000، فانت ساعتها لازم تمشي من الشركه دي. طب انت هتعرف كل ده منين لو انت مش بتعمل انترفيوز؟ لازم تكون باستمرار بتعمل انترفيوز، بتنيجوشيت مع الاتش ار، بتخش تكنيكال انترفيوز، ومن الاخر تعرف قيمتك. وتعرف انت ممكن تلاقي ان اصلا السكيلز بتاعتك اقل من الماركت، والشركه اللي انت موجود فيها كرماك بانها مدياك مرتب اكبر. طب الشركه دي كرماك، هل لو انت سبتهم هتاخد نفس المرتب ولا هتنزل؟ فهي دي الفكره بتاعت الانترفيوز. لازم تكون بتعمل انترفيوز كتيره عشان تعرف من الاخر قيمتك في السوق، وتكون قادر في اي لحظه ان انت يكون عندك اوبشنز. لو انت مثلا الشركه اللي انت موجود فيها مضايقاك وفي حاجات كتيره انت مش متفق معاهم فيها، فتكون قادر في اي وقت لا خلاص يا جماعه انتوا كده يعني فانا كده هشوف مكان تاني، فتكون قادر ان انت لا خلاص تاخد ورقك وتروح اي شركه تانية. بس ده بشكل عام كده القصه بتاعت المشاكل اللي ممكن تخليك تسيب الشركه اللي انت موجود فيها. لو عايز تتعلم اكتر برضو عن حاجات ممكن تساعدك كميديا باير ملهاش علاقه بالتكنيكال خالص، ممكن تشوف الفيديو اللي هنا ده، يعني انا شرحت فيه شويه حاجات مش تكنيكال بس هتساعدك تتميز جدا في المجال بتاعنا ده.